السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول إنكم وحشتوني كتير جدا 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 من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه النهاردة يا حبايب قلبي. بس يا ريت يا ريت يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن ايه النهارده، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه علشان يوصلكوا اي حلقه جديده انا بنزلها من عشق بين الكبرياء او غيره. ويلا بينا ننطلق لاحداث روايتنا المشيقه، ويلا بينا. آسيا شافته من بعيد واقف في الشارع وبدأ إن هو يمشي. هنا هي راحت شافته من بعيد وبدأت إن هي تنزل وتفتح الباب، وبدأت إن هي تجري بكل سرعة علشان تلحق الشخص المقنع. هو ممكن ما يكونش هو، لكن هي واثقة إن هو، لأن هو عمره ما يغيب على قلبها ولا عقلها. فضلت ان هي تمشي لحد ما كانت وصلت لمكان كان زي الغابة. كانت الدنيا ضلمة وكان في ترابيزة جميلة جدا وعليها كرسيين وكانت مزوقة، وكان هي ده المكان الوحيد اللي كان فيه إضاءة خفيفة جدا. بدأت ان هي تقعد، والواضح ان هو كان مزوق المكان جامد جدا. بدأ ان هو يقعد، وهنا قعدوا ان هما يبصوا لبعض. هنا راحت قالت له: انت عملت كل ده علشاني انا؟ ان هو راح قال لها: ايوه، عملت كل ده علشانك انت. هنا راحت بصت له بصدمه، وبعد كده راحت قالت له: شكرا قوي. هنا هو راح قال لها هي ما كانتش هتصدق نفسها من الفرحه، وبدات ان هي تقول له: طبعا موافقه. وبداوا ان هم ياكلوا مع بعض، لكن هو ما كانش عارف ياكل من المقنع اللي هو حاطه. هنا راحت قالت له: ممكن تشيله شويه على الاقل؟ بدأ ان هو يشيله شويه بحيث ان هو يعرف ياكل وبس. ان هي كانت مستغربه جدا منه، ليه مش عايز يسيب المقنع، واللي برضه مصمم ان هو ما يوريهاش وشه الحقيقي. بس هي ما قررتش ان هي تزعجه بالاسئله دي، وبدات ان هي تاكل وكانوا مبسوطين جدا. وبعد ما اكلت هنا هو راح مسك ايديها وهي كانت مصدومه من اللي هو عمله، لكن بعدت ان هي تمشي معاه. لكن وصلوا في مكان كان فيه بحر، وهنا هي كانت مصدومة وفرحانة جامد جدا. كانت هتتنطط من الفرحة ان هو بصلها وسرح فيها. هو مستغرب جدا منها، مش دي الشخصية اللي هي كانت بتلطش في الولاد اللي في الجامعة؟ ايوه بالظبط، هو تقريبا 24 ساعة مراقبها، لانه هو مش وراه غيرها. ولو هو مش هيراقبها، اما مين اللي هيراقبها؟ ده اللي هو حطه في دماغه. هنا هو بدأ ان هو يبص لها. هنا هي راحت قالت له: يلا. هنا هو راح قال لها: يلا. وبدأت ان هي تقلع، وبدأت ان هي تنط في حمام السباحة. هنا هو بدأ ان هو يضحك، وبدأ ان هو كمان ينط في البحر. اسف يا جدعان التبلطية، بدل حمام السباحة هو البحر. بدأ ان هو كمان ينط في حمام البحر، وكانوا مقضيين وقت جميل جدا حرفيا مع بعض. وبعد ما هم خلصوا هي ودعته وهو كمان ودعها. هنا هي كانت مبسوطة جامد جدا، وقعدت ان هي تبص وراها كل شوية، وكل شوية تقع وتتكعبل وتقوم وتبص تاني وراها، وهي مبسوطة جامد جدا. بدأت ان هي تجري كأنها بتطير حرفيا من الفرحة. تجري كأنها بفرحة شديدة جدا لحد ما وصلت عند البتاع، وبدأت ان هي تطلع وقفت عليها الباب. وكانت مبسوطة جامد جدا، لانها اول مرة تجرب الشعور ده، وعمرها ما هتجربه مع شخص تاني غيره. كانت حرفيا هتموت من الفرحة. اما عنه هو فكان فرحته ما كانتش اقل من فرحتها. كان مبسوط جامد جدا وهو ماشي، ومبسوط جدا جدا جدا. هو مشي وراها لحد ما راقبها واطمن ان هي وصلت، وبعد كده مشي المكان المظلم، مكانه المجهول. هو اصلا شخص مجهول.
وكالتالي ماريا كانت واقفة مع محمد. انا البت دي مبقتش بتنزل لي من زوري، مع اني والله انا اللي كاتب القصة. المهم كانت واقفة معايا، اما عنه هو فكان شايفهم وهو متغاظ جامد جدا، وبدأ ان هو يقرب منها. هو بيقول لها جهزي نفسك علشان احنا هنمشي. هنا راحت قالت له طيب ماشي. وفعلا وهي كانت بتجهز لقت ان موبايلها بيرن، واتصدمت لما جت فتحت الموبايل. كانت قافلاه كل ده. لقيته ان اهلها ردوا عليه، فضلوا ان هم يرنوا عليها. مامتها واخوها رنوا عليها فوق ال50 مرة، ان هي كانت مظلومة من عدد المكالمات اللي هم رنوا عليها. بدأت ان هي ترن عليهم. اول ما لقوا الموبايل بدأوا ان هم يفتحوا على طول. ان اخوها بدأ ان هو يزعق لها وهو بيقول لها فين كل ده. هنا راحت قالت له ما تهدى بقى شوية، انت فاتحها عمال تشتم وتزعق. يبقى احكي لك بعدين. بدأت مامتها ان هي تكلمها وهي قلقانة، وبدأت ان هي تطمن عليها. اما عن اخوها فخد الموبايل من مامتها ودخل الأوضة وبدأ ان هو يكلمها وهو بيقول لها ما تردي، كنت فين كل ده. هنا راحت قالت بص يا سيدي دي حكاية طويلة، يبقى احكي لك لما ارجع. هنا هو راح قال لها طيب ماشي، وبدأت ان هي تقفل معاه، وبدأت ان هي تبص على الرقم شوية، وبعد كده راحت قفلت، وبدأت ان هي تغير هدومها، وبدأت ان هي تمشي تستعد علشان تمشي. ومن هنا حبايب قلبي اقدر اقول لكم ان حلقتنا خلصت، لكن روايتنا لسه مكملة معانا. ومع السلامة، توحشوني كتير جدا جدا جدا. باي.